السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم تاني من قلب عيادة فيت اند سليم كلينيك. المرة دي فرع الخنكة، الفرع الجميل مع أستاذة نورهان الجميلة اللي بتتابع معانا في العيادة. هي خاسة كتير قوي في المقاسات والشكل، ودي الثقافة اللي احنا بنتكلم عليها دايما. احنا دايما بندعم ثقافة الميزان والشكل. النهارده بتقول لي حاسة الهدوم بتاعتي واسعة عليا كتير قوي، حاسة الهدوم بقت فاضية عليا. فده اللي احنا بندعمه. هنسمع تجربتها ونشوف خست قد ايه خلال وقت قد ايه، وايه اللي فرق معاها في حياتها. دكتور احمد بصراحه من احسن الدكاتره اللي اتعاملت معاهم في المجال دوت. انا كنت 116 بقيت 100، وكنت يعني يوم وقفه العيد 99. تمام. فزدت شويه طبعا. عشان لخبطة العيد بنزلهم تاني طبعا. لخبطه العيد. ايوه. الحمد لله دلوقتي انا الحمد لله ماشيه كويس. تقريبا نازله قد ايه زنورين؟ حوالي 17 كيلو. 17 كيلو. وقت قد ايه بقى؟ في حوالي شهرين او شهرين ونص. شهرين. حلو قوي، برافو عليك. والجلسات بتاعت الكافيتيشن فرقت جامد جدا حلو قوي. بصراحه. حاسه المقاسات اتغيرت زنورين؟ الحمد لله. والمقاسات فرق معاك في كل حاجه؟ طبعا. طب لبس فضي كده. طب الناس بتقول لك ايه بقى لما بتشوفك؟ لا اتغيرتي، لان انا جت عليا فتره وكنت اتمليت جامد، فالحمد لله. الحمد لله. لو الناس لسه متردده عايزه تبدا دايت وخايفه، لا مع الدكتور احمد ماليش تردد. في ناس بتقول لك بقى الدايت فيه حرمان وحاسه لا ان هم خالص منعزلين، انت حاسه ان خالص. انت محرومه؟ لا. حاسه ان انت منعزله عن العالم؟ لا طبعا. حاسه ان انت ماشيه معاهم في الدايت عادي؟ طب بتلخبطي ولا ما بتلخبطيش؟ بلخبط طبعا في هو ده يا جماعه اهم حاجه اللي احنا بنقولها. بلخبط، باكل كل اللي نفسي فيه. ده اللي احنا بنقوله دايما. احنا بنبدا نعمل عمليات الجراحيه عشان ناخد طول الوقت وتقول تعمل ده وتعمل ده، الوقت تقول تاخد فيه تخبط براحتها. عندها مناسبه، عندها ضيف، عندها اي حاجه، ما تكونش محكومه بحاجه معينه ولا محكومه باجراءات معينه، وبتاخد اللي هي عايزاه وترجع تلتزم فيها. يلا بينا بقى كلنا نبدا تاني نعمل دايت ونرجع تاني للتحدي بتاعنا. عايزين كل الناس تبقى زي استاذه نورهان، تبدا تمارس الدايت وتغير شكلها وتغير مقاساتها كلها، تحس انها يخسر. شكرا.